نقف الليلة مع التوكل. ما احنا محتاجين التوكل النهاردة، نحتاج إلى التوكل في كل لحظة. وعلى ربهم يتوكلون. هذا الواقع الأليم، الأمة في أمس الحاجة الآن إلى أن تتعلم هذا الدرس، إلى أن تتعلم درس التوكل على الله، مش على الهيئات ولا المجالس ولا المحافل ولا المنظمات الدولية أبدا. لا ينبغي للأمة أن تتوكل على هذه الهيئات، لا ينبغي للأمة أن تتوكل على هذه المحافل والمنظمات أبدا. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دين الله سبحانه وتعالى قرآن ربنا جل وعلا، فيجب على الأمة أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله مش كلمة، التوكل على الله ليس كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء. لا، تعال اتعلم معايا الدرس، عشان أنا أؤكد أن الأمة لا تحتاج إلى المال، ولا تحتاج إلى العقول والأدمغة، ولا تحتاج إلى النفط الذي سال له لعاب الشرق والغرب، ولا تحتاج إلى المناخ، ولا إلى الموقع الاستراتيجي الفريد. لقد حبى الله الأمة بكل هذا، لكن الأمة والله تحتاج فقط إلى أن تعرف ربها جل وعلا معرفة على مراده سبحانه وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمة تحتاج إلى أن تحقق التوكل على الله جل وعلا وحده، وتبع بعد ذلك النتائج إلى الله. بس التوكل هو إيه؟ خلي بال حضرتك، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. مش نهجر الأسباب ونتجاهل الأسباب، أسباب القوة، أسباب الإعداد، أسباب النصر، أسباب التمكين، أسباب العز، نتجاهل أسباب الاستخلاف في الأرض وبعدين نقول نحن متوكلون على الله. أبدا. روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أناسا فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن متوكلون. قال: لا، بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل من يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل على الله. أي عاوزين ناخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كما جعل الله النصر سنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير لأهل التوحيد والإيمان. فقد شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر وجعل للنصر أسبابا، وجعل للنصر أسبابا. بل كل شيء في الدنيا والآخرة بسبب، حتى الآخر بسبب، حتى وانت في الجنة بسبب، بتسبيح، بذكر، كل شيء بسبب في الدنيا والآخرة. يبقى النصر له أسباب وله شروط، والتوكل لابد أن نأخذ فيه بالأسباب. فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. مش نسمع من أولادنا وأحبابنا أكل ونوم يعطيك دبلوم، أبدا. دبلوم في الخيابة وفي الفشل الذريع وفي البعد عن مسايرة العالم الذي تقدم في أمور المادة وفي أمور العلم. احنا بتوع النبي، واللي يحب النبي ذوق صلى الله عليه وسلم اطلاقا. لو كنت تحب رسول الله حقا فحقق التوكل. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. خلي بالك من الكلام ده، من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. نسمع الكلام ده تاني، ده كلام غالي جدا. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. خلي بالك عشان تعرف التوكل. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وآله. فمن كان على حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركن سنة النبي.
يعني من حقق الإيمان كما حقق الإيمان رسول الله أو على مراد رسول الله، إذ لا يرتقي أحد بإيمانه إلى إيمان المصطفى أبدا. فمن حقق الإيمان على مراد رسول الله فليعلم أن الأخذ بالأسباب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، إذ لا يستقيم توكل العبد حتى يصح إيمانه وتوحيده. إذ لا يستقيم توكل العبد على الله حتى يصح إيمانه وتوحيده. وهنا ظن من ظن أن التوكل لا بد فيه من ترك الأسباب، وهذا ظن واهم. فترك الأسباب من ناحية القلب، أما من ناحية الجوارح فواجب علينا أن نأخذ بالأسباب. فهي الأسباب تقطع عن القلب، لأن القلب في التوكل صادق في اعتماده على الله، وهو يعلم أي صاحب هذا القلب أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا، لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب، فهو يتعبد لله تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب. الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، الجندي في ميدان عمله، المسلمة في بيتها، الطالب في مدرسته وفي جامعته، الفلاح في أرضه، التاجر في متجره، كل يأخذ بأسباب الإبداع، بأسباب التفوق، بأسباب القوة، بأسباب التقدم. إذن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إنما نهجر الأسباب وبعدين نقول توكلنا على الله، هذا خطأ. سيد المتوكلين على الله رسول الله